المركز النموذجي للتأمين الصحي بولاية البحر الأحمر الآن إضراب شامل للأطباء والكوادر وتقني المعامل، والأمل تقريبا متوقف تماما. نحن الآن في المركز لمعرفة تفاصيل ما جرى ولماذا تم الإضراب وتأثرت حركة المرضى والمواطنين الذين كانوا يستفيدون من التأمين الصحي بولاية البحر الأحمر. المركز خالي تماما من المستفيدين، وإضراب شامل تأثرت به جميع ولاية البحر الأحمر. سيدة ليه شغالة يا جماعة؟ ليه ما شغالة؟ معمل التأمين الصحي الآن المقاعد خالية تماما في حالة إضراب تام أدى إلى شلل الخدمة داخل ولاية البحر الأحمر. أنا الآن داخل المعمل. أنا الآن في صالة عيادات الأطباء. الآن مكتب الطبيب مغلق تماما. مكتب الطبيب الآخر مقاعد خالية تماما. هذه العيادة عيادة الطبيب داخل التأمين الصحي في المركز النموذجي لولاية البحر الأحمر. مكاتب ضباط التأمين الصحي في المركز النموذجي مغلقة تماما ولا توجد به أي كوادر. مكاتب التمريض داخل المركز النموذجي خالية تماما من المرضى. مكاتب التمريض أيضا مغلقة تماما لا توجد أي خدمات. معمل سحب العينات داخل المركز النموذجي الرئيسي داخل مدينة بورسودان التابع للتأمين الصحي بولاية البحر الأحمر. معمل التزريع داخل المركز النموذجي للتأمين الصحي بولاية البحر الأحمر أيضا مغلق تماما ولا توجد به خدمة. هذا هو الوضع داخل المركز. أنا الآن قادم إلى المعمل الرئيسي الذي تتم فيه عمليات اختبار العينات. أنا الآن في المعمل الرئيسي داخل المركز النموذجي علي. السلام عليكم. السيد الدكتور محمد عبد الله مدني رئيس لجنة العاملين داخل التأمين المتحدث باسم المضربين في التأمين الصحي بولاية البحر الأحمر. أنا الصحفي عبد القادر بكاش. أسعد أن ألتقي بك هذا النهار. نتحدث عن تبيئة المشكلة التي أدت إلى إضراب جميع كوادر التأمين الصحي بولاية البحر الأحمر. لماذا أنتم مضربون الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المشكلة أساسيا بدأت من شهر 11. من شهر 11 نحن رفعنا تصور زيادة المرتبات زيا وزي كل المؤسسات. المشكلة بدأت من شهر 11 رفعنا تصورنا لزيادة المرتب زينا وزي كل المؤسسات الثانية. مشينا تكلمنا في رفعنا تصورنا لرؤساء الأقسام. رؤساء الأقسام اجتمعت مع الموارد البشرية، اجتمعوا مع المدير التنفيذي، قرر انه في اول السنه هيحصل شنو؟ هيحصل زياده في المرتب. جاء اول السنه هو نحن مشكلتنا هنا احنا كلنا مشكله معظم قروش الاتحاديه من وزاره الماليه الاتحاديه بتخصم قروش التامين الصحي من البطاقه. كان انت استاذ شرطي شنو تسحب منك قروش وتورد لوزاره الماليه، بعد وزاره الماليه تديها التامين الصحي اللي هو نحن نقدم الخدمه. طيب. اجتمعت رؤساء الاقسام مع المدير التنفيذي على حسب قواعد وزاره الماليه الاتحاديه. قالوا انه هم المشكله دي في جميع ولايات السودان، مو مشكلتين من التامين الصحي ده. في الخرطوم ادوهم قروشهم، في ولايات ثانيه لسه ما ادوهم قروشهم. انه حيزيد
في شهر واحد ما زاد المرتب. ثاني المهم تم التأجيل لحد يوم 1/2. كان في قرار انه نحن نضي، وخشينا مع المدير التنفيذي. المدير التنفيذي اجزم انه يعني يوم 31/3 هو حينزل جميع الفروقات وزياده المرتب والحاجات زي دي. لما جاء 31/3 كان في اجتماع مع الخرطوم وما ظهر لنا اي حاجه. فهنا طوالي الكوادر طوالي نفذت الضراوه، الصيدله، الاطباء، المعامل اضربت يوم 31/3 بالضبط. يوم 1/4 احنا ضربنا يوم 1 ويوم 2 ويوم 3 فكينا الاضراب، ويوم 4 ويوم 5 ما. انتم مربوطين مع كل ولايات السودان في التامين ولا؟ نحن ما مشاكل التامين الان مشكله مركزيه. 80% من البطاقات دعم الماليه الاتحاديه. 80% في الولايه ولا 80%؟ 80% في الولايه. ايوه هو دعم الماليه الاتحاديه. طيب ال 20% من المؤسسات والافراد، المؤسسات كيف يعني زي الشرطه، طيب التعليم كذا. ده كل واحده عندها شنو؟ عندها مؤسسات تدخل الناس التامين الصحي، تستقطع بمرتباتهم وتجي تدي قروش لشنو؟ الزكاه الماليه الولائيه. لا بالنسبه للاضراب انتم منسقين مع كل ولايات السودان بحيث انه الاضراب يبقى جماعي؟ لا هم مطربين يعني حلال هذه الايام. يعني ناس ضبانا ناس بعدنا، لكن ما في تنسيق بيناتنا. جمله المستفيدين في التامين الصحي ولايه البحر الاحمر كم؟ والله حوالي 95% من ولايه البحر الاحمر مغطاه التامين الصحي. 95%؟ 95%. اخر نفره كانت يعني غطى جميع مليار 16 مليون جنيه سوداني. طيب جمله العاملين في التامين الصحي ولايه البحر الاحمر كم عددهم؟ والله في المعمل نحن حوالي 280 نفر. كل الاستحقاق المطلوب تقريبا كم؟ والله الاستحقاق ده مجدول على حسب وظيفتك، على حسب درجتك، على حسب ما مجدول كده جدول يعني. ما عنده حته معينه. معمول في شؤون الافراد مع رؤساء الاقسام معروف يعني ظاهر، حتى الجزئيه يعني كله مجاز، بس هو مثلا تنفيذا ما نعمل. طيب الموقف في المحليات كيف الان؟ المحليات طلعت برا التامين الصحي. ليه طلعت؟ طلعت لانه بقى ما في، وكل ساعه المديونات يعني. حتى احنا في مديونيات على التامين الصحي، خليك هسه مكه العيون طلعت برا التامين الصحي. سنكاد وجميت وهي وطوكر. مستشفى دينا طلع. مستشفى دينا طلع. ليه؟ ديل طلعوا هسه مستشفى دينا. الارياف طلعت من بدري، ما في قروش، بقت ما في قروش. الماليه الاتحاديه من شهر 4 بقت ما تدي قروش. ما في قروش. تسحب القروش، والموضوع كله ساعه ما هي تراكم. يعني هسه التامين سحب الخدمه من كل ارياف ولايه البحر الاحمر؟ هم ارياف ولايه البحر الاحمر. التامين هناك الخدمه توقفت يعني ممكن اقول؟ ايوه بيشتري الخدمه هناك ما بيشتغلها. المراكز تابعه لوزاره الصحه بتكون بتشتغل، بترسل الاوراق، بترسلها هنا ده انه نحن اشتغلنا كده وكده، بموجب التامين الصحي بيدفع لها قروش. الان الكلام ده وقف؟ وقف. في مديونات كثيره عليه، 3-4 شهور تراكمت، فقامت وزاره الصحه وقفت انه يتعامل معه. من ال 95% المشتركين في التامين الصحي على حساب الماليه الاتحاديه، كم منهم في ارياف ولايه البحر الاحمر؟ هم 80% المشتركين في التامين الصحي من الماليه الاتحاديه، حوالي 80%. كم منهم في الريف؟ والله ما عندي ما جمله محليات الولايه كم؟ كل محليات الولايه خاشه التامين الصحي كلها خاشه التامين. الان كلها متوقفه. طيب الان الموقف كيف عندكم؟ الموقف والله يعني الموضوع ده موضوع الاضراب ده بدا من 200؟ بدا يوم 1/4. طيب الموقف في اي استثناءات؟ استثناءات كيف؟ استثناءات يعني احنا لبعض الحالات نضرب يومين ونفيك يوم. طيب نضرب يومين ونفيك يوم، حتى انه ناس يعني في ناس الفحوصات غاليه جدا جدا. اقل ريكويست بتكون ب 50,000 30,000. طيب الناس بتكون بقت يعني عشان نساعد منها الناس وما نضغط نفسنا اكثر من كده. الناس بقت يعني احنا في قروش من رمضان اللي فات ما اخذنا. التردد كيف عندكم الان؟ التردد عالي جدا. اخر الشهر اللي فات 18,000 نفر ترددوا عليه. باء ترددوا عليه 7,000. اليد المراكز النموذجيه الف وباء؟ جيم باء الف وجيم. الف 18,000، جيم 7,000. يعني 18 و7,000 دي 25,000. في بدي هو 5,000. يعني دي حوالي 30,000 نفر، يعني في اليوم 100,000 نفر. طيب حاجه ضخمه جدا جدا. الان كيف المستفيدين في التامين الصحي المتوقفين في المحليات يتعاملوا مع الخدمه كيف؟ والله ما قاعد يتعاملوا، بس هم يركبوا يجوا يشتغلوا هنا، يعني يستعملوا الفحوصات، يقابلوا الطبيب، يشتروا ادويتهم من هنا. يعني هناك ما في تامين صحي. طيب الان بعد ما اضربتوا في اي اتصالات من اي جهه؟ والله ما في اتصالات، حتى يعني ما في. الاداره التنفيذيه هل لديها اي موقف؟ ما عندها اي موقف.
لحد الان ما عندها موقف، ما عندها، بالعكس